بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. انا مش قادرة اوصف لكم قد ايه لمة الحبايب بتبقى حلوة، والوقت فيها بيبقى قصير جدا جدا. يعني ما اقولكوش، اما بروح عند اهلي يوم او اتنين بحس انه بيعدوا ساعة او ساعتين. إيه، ما تعرفيش ازاي. يعني اروح النهارده اجي ابص الاقيني جايه بكره، لو حتى هقعد 3 ايام 4 بلاقيهم بعدوا كده اوام. ده كان يوم من ايام فطار رمضان عند اهلي، فطبعا لمة الحبايب ومتجمعين وكلنا قاعدين ومفيش اي مشكلة. المهم رحت يوم على بيات، قالوا لا لازم تفطري معانا، ما عملناش حسابك وعشان انت واخواتك تتلموا ومش عارف ايه. فقلت طيب ماشي امين. فطبعا قمنا تاني يوم الصبح، لازم بقى نساعد بعضنا كلنا. ايه، قالت نذبح، فخلاص تمام نذبح. ذبحت 3 بطات وقعدنا ننضفهم. كل واحدة بقى فينا مسكت ايه بطة، انا بطة وامي بطة ومرات اخويا بطة. كل واحدة قعدت في ايه، في حتة ايه تنضفها. قال لك نعمل بشاميل ونعمل بط ونعمل محشي ونعمل مش، يا جماعة خلاص. قال لك لا وانت احسن مننا ولا ايه؟ المهم ايه، دي اللحمة كانت مرات اخويا بقى طبعا ايه، خرطت لها البصل وقاعدة بتعصجها وعملت الصلصة بتاعة المحشي. وده كان البط بعد ما اتنضف زي ما شفتوا في اول الفيديو، واتغسل واتنقع، ونقعناه بمحلول ملح وسكر وورق لورا وحبهان وايه، وعملنا له شوية وحوالي معلقتين كده. لا ما كانش فيه خل. المهم وايه، عملنا له المحلول ده ونقعناه فيه وسيبناه ايه شوية حلوين. وجينا غسلناه وحطيناه ايه على النار زي ما شفتوا كده بقى. طبعا حطيناه في حلة ايه يتشوح، وحطينا ايه البصل والطماطم وفلفل اسود ولورا وحبهان وكم زر ورق كده، كم زر ورد، يعني ايه. المهم ايه، حبشوهم تحبيشة تمام. وده الأستاذ تميم، ابن أختي. واد كده ايه، لعبة العيلة كلها، كلنا كنا ايه بنلعب معاه وبنلعب بيه، يعني ما تقولوش في ايد اللي رايح واللي جاي وده وده. المهم يعني ايه، هو اللي بيخلي الدنيا حس واحنا قاعدين. والعند ما يجي يقوم بقى يعني حبيب الجماهير ده تمام. المهم وعندهم عادة بقى مقدسة، لازم في فطار رمضان او يعني واحنا بنفطر هناك لازم يعملوا ايه رقاق طري، ايه كوماج. المهم لازم يخبزوا يوم واحنا وهم عاملين ايه العزومة دي لنا. يعني بتبقى ايه، تحس بقى بايه في البيت كده بروايح الزمن الجميل اللي هو يعني تقريبا ما عادش موجود في ايامنا دي. إيه غيري انا هنا، يعني غيري ببيتي بقضيها باي عيش وخلاص. هما لا لازم بايه، بيعجنوا. وزي ما شفتوا كده مرات اخويا جابت الدقيق وبتاع اللبن رايب، إيه، وبتعجن بيه وايه. المهم يعني هو دقيق وخميرة وملح واللبن الرايب زي ما شفتوا كده. وهنا بقى طبعا كانوا برضو في فريق بياكل البط وفي فريق ما بياكلش الايه البط. اللي ما بياكلش البط ايه قالت ايه طلعوا ايه فراخ يعملوها في الصينيه، اللي مش هياكل بط طلعوا فرخه ونص. فالمهم طب إيه، هنسلقها. قالوا ايه لا كفايه ايه البط مسلوق. فجبنا هنا ايه، جبت بصل وقطعته ناعم كده يعني على قد ما قدرت، وحطيت عليه فلفل كمون ملح سكر خل، إيه يعني ايه، وظبطته التظبيطه اللي هي وعصرة ليمونة. وزي ما انتم شايفين كده بقى ايه، يعني عملت له ميكس كده مع بعضه وايه مش فرمته، دعكته كده ببعضه، خليته ايه كل البصل ده يتشرب ومن البهارات والملح والحاجات دي كلها. وجبنا بقى طبعا الست فرخة الاول، قسمناها ايه، هي كانت إيه مقسومة كده ايه نصين. إيه مسكت بقى انا الوراك بتاعتها فتحتها من كل ناحية
يعني عملت فيها فتحات كده وعملت لها مساج، ومسكتها من عند الدبابيس برضو، عملت لها فتحات، ومن عند الورك نفسه، من عند اللي هي الحتة اللي في النص دي بين الوركين دي برضو شقتها كده ونخستها، وعملت لهم فتحات كده، ومسكتهم بالخلطة دي وقعدت ادعك فيهم شمال ويمين وتحت. المهم العند ما حاولت بقدر الامكان ان انا يعني اشربها، او اعمل لها مساج من كل حته بالخليط اللي احنا عاملينه ده. وبنفس الحكايه الصدر برضو فتحته من عند اللحم بتاعه، وعملت برضو في فتحات، ومن عند القفص الصدر كده اتكيت عليه كسرته، يعني حاولت الين العظم بتاعه، عشان برضو ابقى مدخله كل الخليط ده، احاول اوصله لاصغر جزء عشان يبقى إيه يعني وصل له كل حاجه. والمفروض يعني كانت تتعمل من الصبح او على بيات لو امكن، بس هما بقى ما قالوش الكلام ده اللي قبل يعني كنا قبل العصر كده يجي بساعه. المهم عملتها وقمت مدخلاه. وفي الوقت ده كنا زي ما شفتوا كده بنسلق المكرونه. وطبعا كل ده، وكانت لسه مرات اخويا بتعجن في في الرقاق اللي هي هتعمله واحنا كنا طبعا جبناها لقطه كده وقلنا لها مع نفسك كده بقى عما نشوف بقيه الحاجه اللي هنعملها. وهي يا عيني هي اللي مكتوب عليها كل مرة بتعجن، يعني احنا في بيتهم، هي عمرها يعني شهادة لله هنتسأل عليها قدام ربنا، عمرها ما قالت لحد فينا، لواحدة فينا احنا تلات قومي من الشمس للظل، يعني بحق الله، عشان دي شهادة هنتسأل عليها عند ربنا. هي بقى طبعا جابت الدقيق ونخلته زي ما انت شفتوا كده في الاول وعجنته، وده كان شكل العجينة اصلا، كان شكلها يفتح النفس، وهي لسه طرية اصلا، يعني شكلها ما شاء الله عليه. وكان طبعا المحشي كانوا حشو كرنب وسلق، مش فاكرة كان سلق ولا المهم يعني كانوا لا خاص سلق وخس. لا سلق احنا هنهيس من اول الفيديو، كرنب وورق خس معلش. ودي كانت صينية الكوسة برضو، كانوا جايبين كوسة، وكانت فات شوية حتة يعني في النص كده، فقالوا نحط عليها نحشيها بقرنين فلفل. المهم وحش وحشناها، وساعة ما شفتوها كده كانت داخلة الفرن. ودي بقى كانت مرات ابن اختي، يعني بنت كده ام تميم اللي انتوا شفتوه، لذيذة كده وبنت عسول. المهم انا كنت في الوقت ده بسوي بسوي الكوسة فوق شوية كده وهتشوفوها يعني. فا قالت اعمل المكرونة، قلت لها اتكل على الله، يعني هي ما خلتش عن جهدها جهد، كانت بتحشي مع نانيتها برضو. ويعني طول الفيديو ممكن تشوفوا ايديها كده فتعرفوها. المهم ده كان الوقت، في الوقت ده كنت انا مطلعت الكوسة زي ما شفتها كده وطلعتها وحطيتها في الفرن. بس عذبتني، يعني فكرتني اقول ما اقولكوش، يعني زي ما اكون لحمة عجوزة. بس الحمد لله، لان الرز بتاعهم بياخد نار كتير، الرز اللي هو الحباية الرفيعة دي، بياخد مية مش نار، مية. ايه التخلف اللي انا بقوله ده، بياخد مية كتير، فانا مفكراه زي الرز بتاعنا في الاول، ما كترتلوش مية. فحطيت له الشوربة، سقيته شوربة، ورجعت زودته كمان مرتين على ما استوى. فكان في الوقت ده احنا كنا العجين خمر، وطبعا عايز يتخبز، فجابوا قلت لهم نحط الفراخ، قالوا لا يعني حطيت الفراخ شوية كده، وبعدين ورحت مطلعاها فوق الفرن، يمكن انتوا لمحتوها، وخبزنا شوية الرقاق دول، يعني كانوا بألف هنا للي للي كل حاجة.
ودي الفراخ. كانت امي قالت انا ذقت طول الشهر من ايه، من البط المسلوق. تعرفوا تحطوا لي نص بطه في الصينيه مع الفراخ، او بطه، المهم ايه، قالت حطوا بطه. فانا ومرات اخويا نقول لها لا مش هتاخد سوا كتير مش عارف ايه. المهم حطت لها نص ايه بطه، وسوينا بطتين ونص، وحطيت البطتين ونص اتحمروا في الفرن زي ما شفتوا كده. وطلعت بطة ونص، ولسه ايه البطة التانية فين، في الفرن بتتحمر في الوقت ده. انا امنتهم وقلت لهم خدوا ايه، صوروا الاكل وهو بيتحط، علشان يبقى الفيديو كامل، ما فيش كل مرة اجي ابص الاقي حاجة ناقصالي فيه. انا يعني اقول ايه، يعني اللي بيصور يعني مش عارفة، وما بقى الكل كان ايه، يعني بيتعلم فيا او ايه معرفش. كل واحد بقى ياخد التليفون يصور لي لقطة شمال ولقطة يمين، وما اناش عارفة اصلا. اجي بعد ما كلنا بقى بقول لهم ايه، استنوا بقى ما اتفرج على الفيديو واشوف التصوير عامل ايه. جيت ابص لقيت الحال بالطريقة دي. يعني يا ريت بقى معلش وتعذروني، انا مش عارفة الشمال من اليمين، ومش عارفة اللقطة الاولانية من اللقطة التانية. ولو هم استنوا يحطوا الاكل إيه كامل. يعني مبقتش عارفة، لان انا كنت محتاسة جوه، وكنت بايه بطلع الاكل من الفرن واغرف وايه واناولهم، واناول مرات اخويا وولادي، وهم ايه يحطوا الاكل. إيه يعني ما اقولكوش انا فرحانه باللمه. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنه وانتم طيبين، واللمه الحلوه والجميله دي يا رب دايما، وما تتقطعش العاده دي ابدا.